هاي يا بنات، عاملين ايه؟ انا انجي. رمضان كريم. هنتكلم عن البشرة وازاي نخليها كلها نضارة وما فيهاش رؤوس سودا وخالية من الحبوب وتبقى جميلة بدون نقطة ميك اب. هنتكلم كمان عن الشفايف، الاسنان، هجيب لكم حلول لكل حاجة. تابعوا الفيديو للاخر وهيفيدكم جدا جدا. ازاي في شهر رمضان يبقى شكلنا جميل ومش باين علينا الشحوف في بشرتنا وارهاق الصيام بدون ولا نقطة ميك اب. اول مرحلة واهم مرحلة وصدقوني هتدعولي عليها كتير جدا وهي التقشير. طبقة الجلد الخارجية مليانة بالعيوب والشحوب والاسمرار والتصبغات ومتضررة دايما من الشمس والأتربة. ولما بشرتنا بتتعرض للبخار، للسخونة، للحاجات دي كلها بتبقى الطبقة الخارجية دي مليانة بالعيوب. كل اللي احنا هنعمله يا بنات ان احنا هنجيب من الصيدلية الثلاث كريمات دول. اول كريم يا بنات كريم اكريتين، اللي هو الخمسة دي. طبعا دي بتبقى يعني قوية شوية للناس اللي خلاص اتعودوا على يعني انه يستخدموا الاكريتين. تمام. دي لو انتي لسه اول مره بتستخدميه وطبعا يعني مقلقه لسه وبشرتك ما خدتش عليه، تمام، بتستخدمي الاكريتين اللي هو ال25. ده بيبقى اقل واهدى شويه على البشره. تاني كريم يا بنات بنسين. تالت كريم يا بنات اللي هو ميلوكين. بالنسبة لاستخدام كل واحد فيهم عشان تبقوا فاهمين، الكريم ده بيفتح البشرة، ده طبعا تفتيح رهيب. تمام. ده للترطيب وده للتقشير. تمام. التلاتة دول متكاملين مع بعض، يعني انا بشوف انه ما ينفعش نستخدم واحد من غير التاني بصراحة مع التجربة يعني. بتحطي انا طبعا بخلصاهم وبجيب تاني وبخلصهم وبجيب تاني، يعني مش بستغنى عنهم اطلاقا. وعلى فكرة كمان مش بستخدمه للوش بس، كمان لكامل الجسم بينفع وبيبقى رهيب. بالنسبة لطريقة الاستخدام يا بنات، بنحط نقطة من كل واحد فيهم بمقادير متساوية. تمام. بنبدأ نحط 3 نقط من الكريم ده، كل كريم كده نقطة صغيرة جدا، زي الحمصة كده وأقل كمان يعني. وبتبدأي تقلبيهم وتخلطيهم كده على ايدك. تمام. وبعد كده بتحطيه على وشك وبتوزعيه على وشك ورقبتك. ما تنسيش منطقة الرقبة كمان مهمة، انك يعني عشان يبقى كله بس ايه، كله لون واحد يعني. وندهن بشرتنا بيه قبل النوم. بنستخدمه في البداية بيبقى مرتين في الأسبوع، بعد كده بالتدريج بنقللها بنخليها مرة واحدة في الأسبوع، وبعد كده بتبقى مرة في الشهر وحسب ما انتي بتحتاجي بتحسي بشرتك محتاجة تاني. تاني حاجة معانا يا بنات غسول لازم نستخدمه يا بنات، وما ينفعش أبدا ان احنا نستخدم حاجات تانية زي أنواع صابون أنا بسمع عنها كتير. بصراحة أنا جربت كل حاجة، مفيش حاجة ظبطت معايا غير الغسول. في النهاية برجع تاني للغسول. تمام. بالنسبة طبعا الأنواع بسرعة كده، أنا استخدمت طبعا يعني أغلب أنواع الغسول. طبعا ايفا اكتر نوع استخدمته ارتحت فيه جدا، بالذات اللون ده، يعني في منه طبعا حاجات كتير بالعسل وبالكولاجين وحاجات كتير انواع. ده اكتر حاجة استخدمتها وعجبتني جدا. تالت مرحلة معانا يا بنات هو الفازلين. طبعا ده انا ما اقدرش اقول لكم قد ايه مزايا الفازلين واهميته للبشرة. تمام. بنحط نقطة من الفازلين قبل النوم كل يوم، لان الفازلين يا بنات بيدي ترطيب للبشرة رهيب وبيحافظ عليها وبيخلي حتى لو في خطوط كده يا بنات، لا بيشيل الخطوط دي مع الوقت وبيمنع ظهور التجاعيد بسرعة. طبعا يا بنات من اهم الخطوات ان احنا نداوم عليها دايما ان احنا نشيل الشعر الزائد بالوش. انا عن نفسي بستخدم الشيفنج. صدقوني يا بنات ما فيهوش اي مشكله، انا ليا سنين طويله طويله جدا بستخدمه وممتاز جدا وما فيهوش اي مشكله، لا بيزود شعر الوجه ولا بيقلله. هو طبيعي جدا ان انت شعرك طبيعته بيطلع بنفس طبيعته تاني، ما فيهاش اي تغيير خالص. تمام. بالعكس هو سريع ومريح جدا، وبالعكس كمان بيشيل الطبقة الميتة من الوش. الحاجة التانية طبعا بنظبط كده حواجبنا وبننضف اي حاجة غير مرغوب فيها. نيجي بعد كده يا بنات بالنسبة للشفايف، هتجيبي فرشة اسنان، تبدأي ان انتي تحطي من الفازلين وتبدأي تعملي حركة دائرية على الشفايف، تمشي الفرشة على الشفايف كده.
بطريقه رقيقه جدا وبالراحه خالص. تمام، هيبدا اي جلد ميت ان هو يخرج وتتخلصي من الجلد الميت تماما. ده هيساعد ان شفايفك تبان مورده كده وفيها برضو حيويه كده، وبتبقى شفايف جميله جدا. طبعا يا بنات من ضمن الحاجات برضو اللي ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها وما ينفعش ابدا ان احنا نهملها غسيل الاسنان. طبعا يعني على الاقل جدا بتغسلي اسنانك مرتين في اليوم، مره بعد ما بتصحي الصبح، والمره التانية قبل ما بتنامي، ده على الاقل. لازم نداوم على غسيل الاسنان، ده مهم جدا. متنسوش بقى يا بنات في الوقت اللي انتوا فاطرين فيه اثناء الفطار تشربوا ميه كتير جدا على قد ما تقدروا، لانه ده بيمنع وجود جفاف في بشرتكم، بيديها نضاره. والميه انتوا عارفين انها مهمه جدا لبشرتنا. اخر حاجه عايزه اقولها لكم يا بنات، انتوا حلوين جدا، حبوا نفسكم زي ما انتوا، حتى بالحبايه اللي في وشكم، حتى باي عيوب في بشرتكم، انتي زي القمر على اي حال. كل اللي انتوا عليكم تعملوه ان انتوا تاكلوا اكل صحي حتى في رمضان، والروتين ده يا بنات هيعجبكم جدا، وهتدعولي على النتائج بتاعته لو التزمتوا بيه في شهر رمضان ان شاء الله. لايك، شير، سبسكرايب، فعلوا الجرس، لانكم هتستفيدوا كتير واللي جاي هتحبوه جدا. بحبكم قوي، باي باي.